السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير على الجميع. النهاردة هنتكلم على موضوع اللاجئين والفئة المنتفعة من وجود اللاجئين في مصر. لأن للأسف في ناس مصريين للأسف بيحاولوا بشتى الوسائل إنهم يحافظوا على بقاء اللاجئين في مصر. وهم الفئة الأولى بعض المحامين، للأسف إن في بعض المحامين المصريين اللي بيتفننوا في وجود ثغرات في القانون بحيث ان هم يطلعوا للاجئين اقامات رسميه في مصر. دي الفئه الاولى. الفئه الثانيه السماسره. طبعا السماسره عمالين بقى يروجوا على شقق وعلى محلات للايجار، ويعني منتفعين بمعنى صح من وراء اللاجئين، فعلى هذا الاساس بيدافعوا عنهم بكل استماته. الفئه الثالثه وهم اصحاب المصانع والشركات. أصحاب المصانع والشركات مستفيدين من ناحيتين. الناحية الأولى إن هم منتجهم بيتباع بسعر عالي وبيتباع بسرعة، وفي نفس الوقت إن المواطن المصري مهما يقاطع يعني المنتج هينباع وبسعر عالي، ما فيش فيها كلام. فمهما يحاول المواطن المصري أو الشعب المصري إنه يقاطع المنتج أو يقاطع الشركة ديت مش هيجي يعني مش هيجيب أي نتيجة. ليه؟ لأن في عندك 15 مليون لاجئ هم بيستنزفوا المنتج ده، وبيخلوا الشركة المصنعة أو المنتجة بتدنها دايما رفع السعر. عمره السعر ما هينزل. ليه؟ لأن السحب بتاع اللاجئين قوي. الحاجة التانية اللي هي في موضوع الرواتب العمال المصريين. يعني مثلا دلوقتي المصنع طالب عمال مصريين، الدولة قالت الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه. طبعا الكلام ده ما يمشيش مع المصانع ومع الشركات اللي هي المنتجة، فبالتالي يقول والله تعالى انت عاجبك ب 2000 جنيه، اهلا وسهلا. مش عاجبك هيجيب لاجئ سوري او لاجئ سوداني او لاجئ من اي جنسية. يعني في البديل غيرك. فهنا هينجبر المواطن المصري انه يا اما يقبل يعني يقبل ب 2000 جنيه او ب 3000، يا اما مع السلامه في بدائل غيرك. فعلشان كده الفئات ديت بتحافظ باستماته على وجود اللاجئين في مصر. هم لا همهم المواطن المصري، ولا همهم الدولة المصرية، ولا همهم استنزاف اقتصاد الدولة. كل اللي همهم مصلحتهم وبس. فعلشان كده احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ندافع عن بلدنا، وندافع عن بقاء وجود الهوية المصرية لبلدنا، وان احنا بنقول مصر للمصريين. غير كده ما عندناش استعداد ان احنا نضحي ببلدنا وبوطننا علشان خاطر واحد او لاجئ خان دولته او باع دولته. المهم احنا ما عندناش استعداد ان احنا نبيع دولتنا عشان خاطر اي حد. فلذلك انا بلوم على مين؟ على الفئات ديت. يعني انت بتعمل ايه؟ ما هو الخراب لما هيعم على الكل. الخراب لو جه على الشعب المصري، ما انت من ضمن الشعب المصري، بس للاسف انت اللي بتخون البلد وانت اللي بتطعن البلد في ظهرها. فما ينفعش، ما ينفعش. لابد نكون ايد واحده، وملوش داعي ان احنا يعني نجيب الخراب لبلدنا بايدينا. فيا ريت نصحى للنقطه دي، ويا ريت الجميع يكون عنده وعي كافي بحيث ان بقاء اللاجئين في مصر خطر على الدوله المصريه، وخطر على اقتصادها، وخطر على شعبها اساسا. دي من البدايه. فانا حبيت اوضح النقطه ديت على اساس بس يعني ايه تبقوا انتم معايا في الاحداث اول باول، ونقول ان ربنا ييسر الامور. والحمد لله ان الدوله بدات تاخد اجراءات قويه وممتازه بخصوص ملف اللاجئين. وانا حبيت بس اطمنكم ان الدوله مش ساكته. الدوله الحمد لله عرفت الموضوع بشكل قوي، وما عندهاش استعداد تتنازل عن حق الشعب المصري. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.